ازاي تدخل في نص الميه والميه ما تلمسكش؟ الجزء التاني بعد ما حكينا لكم قصه سواق التاكسي اللي رمانا والفطار الفلسطيني اللي كان كله ببلاش وازاي اكلنا طيور النورس فشار، تعالوا احكي لكم عن الغرفه المطره اللي دخلنا فيها والميه ما لمستناش، على اننا في نص الميه. كنا ماشيين ودخلنا على جوجل لقينا مكان اسمه ريني روم، والمكان سعر التيكت فيه مش غالي، 25 درهم بس. فكره المكان ببساطه انك بتدخل اوضه ضلمه فيها كشاف واحد سينمائي وكلها لونها اسود، بتمشي بالراحه على البلاط متوصل بالسقف، في سنسورز معينه بتخلي الميه تقف، المطره يعني، فبالتالي تقدر تتصور وتتمشى وترقص وتصوت وتغني في نص الميه من غير ما تتبل. بس شرط اساسي تمشي بالراحه عشان السنسور ممكن يقف وما يلقطش، وتستحمى. بصراحه ممكن نقط ميه بسيطه تيجي عليك. انا دخلت واتغرقت بس هتحسوا انكم في مسلسل والبطل سايبكم وبتعيطوا في نص المطره ولسه شغاله في الخلفيه. كنا في اواخر الشتاء. بعدها المكان من بره بصراحه ديزاين بسيط وممكن تشرب قهوه وتفكر في التجربه السينمائيه دي. فبكل بساطه، هل هتحب تدخل في نص المطره وما تتبلش؟ وهتروح مع مين المكان ده؟ اعمل منشن لصاحبك المجنون اللي ممكن يجي معاك. يلا بينا يا دودو.